يا مساء الفل. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا. هنعمل مع بعض طواجن حلوه جدا وهايله. طواجن مكرونه باللحمه مفرومه حلوه جدا، بتقدم في المحلات غاليه جدا. هنعملها في البيت بطريقه حلوه وجميله وشكلها جميل ولذيذه وموفره. بربع كيلو لحمه بس هنعمل الطواجن الهايله دي. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده اهو هيبقى معايا وok كده او حله فيها معلقتين زبده معلقه زيت، وننزل عليها ببصلايه. احنا هنعصج اللحمه الاول. بصلايه كده متقطعه مكعبات. طبعا كميه اللحمه اللي عندك بقى قدري البصل. تمام كده، ده ربع كيلو لحمه. هفكك بقى اللحمه كويس جدا كده وفي البصله ونقلب كويس جدا. تمام كده لحد ما تغير لونها، بس على نار متوسطه كده، يعني ما تعليش النار. كده كده اللحمه خلاص غيرت لونها اهي. هننزل بقى بالايه، بالتوابل بتاعتنا. هننزل بقى إيه معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره توم بودره، 7 بهارات بقى، معلقه صغيره برضو ملح، وورقتين لورا كده وفلفل اسمر. تمام كده بس، ونقلب كده تقلبتين حلوين. وبعد التقلبتين كده هننزل بفلفل الوان. تمام كده اهو متقطع مكعبات، وطماطم صغيره متقطعه مكعبات صغيره. بس كده. ونقلب بقى كويس. ونضيف نص كوبايه ميه. نص كوبايه ميه بس مش اكتر، ونقلبها كويس ونسيبها بقى لمده 7 دقايق كده وتكون جاهزه. تمام كده اهو. تاني حاجه بقى تعالوا نجهز الصلصه. حله برضو هننزل بزيت كده وعليه معلقه توم مفروم، ولما ياخد لون ذهبي هننزل بالطماطم المفرومه ومعلقتين صلصه كمان عليهم كده اهو. ونقلب بقى كويس جدا. ونضيف بقى توابل ملح برضو و7 بهارات. ومعلقه كده مرقه دجاج فوريه، ونص معلقه سكر، فلفل اسمر، توم بودره، بصل بودره، نفس التوابل اللي حطيناها في الاول. تمام كده اهو. ونقلب بقى كويس جدا لحد ما تتقل معانا. هننزل بقى بكوبايه ميه ونسيبها لما تغلي. بس كده وتكون الصلصه جاهزه معانا. انا مش عايزه الصلصه تقيله خالص، لازم الصلصه اللي هتضاف على المكرونه تبقى سايبه كده، ما تبقاش تقيله. تمام كده اهو. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا كده وندهنها دهنه زيت كويسه كده حلوه، علشان المكرونه لما نيجي نقلبها ما تبقاش لازقه في الطواجن يعني. اهو نوزع بقى فيها اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي احنا عصجناها. طبقه كده حلوه من الارضيه. شوفوا الربع كيلو عمل معانا 5 طواجن حلوين هايلين. نوزعها كويس كده اهو، ونضغط عليها ضغطه كده بحيث ان هي يعني تبقى اللحمه متماسكه مع بعضها. لما نيجي نقلبها ما تبقاش مفروله، تبقى طبقه واحده كده فوق المكرونه. تمام كده اهو. ضغطه كده بالمعلقه زي بتساوي، وتضغطي ساوي واضغطي. تمام كده. هننزل بقى عليهم بالمكرونه بتاعتنا، مكرونه اللي هي الطويله القلم دي بتاع الفرن يعني، من غير سلق ومن غير اي حاجه. هتستوي وهتبقى زي الفل. اهو نوزع بقى المكرونه بتاعتنا ونسيب مساحه كده في الطاجن، عشان اكيد طبعا المكرونه هتزيد. تمام كده اهو. مهم. هنضيف بقى الصلصه بتاعتنا، والصلصه لازم تكون، شايفين الصلصه سايبه ازاي اهو، مش تقيله خالص يعني. زودتها الميه غدت غلوه وطفيت على طول. لازم الصلصه تبقى مغطيه المكرونه من فوق. تمام كده اهو. ما تبقاش تحت المكرونه، لازم تبقى مغطيه الطواجن كويس جدا، عشان طبعا ده هي هتستوي في الصلصه دي. بس كده. نبتدي بقى نغطي الطواجن بورق فويل، وتحتيه كده ورق زبدة عشان التفاعل بس مش اكتر يعني. نلفها كويس كده بورق ألمونيا، وهندخلها الفرن على طول. اعلى درجة حرارة في الفرن، درجة حرارة عالية، رف وسطاني يعني. هي هتاخد معانا يعني تقريبا نص ساعة بس مش اكتر. تمام كده، يبقى درجة حرارة عالية نص ساعة مش اكتر، هي في الرف الوسطاني. هتبقى مستويه وزي الفل. تقدري في نص المده تطلعي طاجن تفتحيه وتبصي فيه، بس هو ان شاء الله هتبقى مستويه وزي الفل. شايفين الجمال؟ بصوا اتشربت ازاي. والمكرونه مستويه يا جماعه صدقوني. مش نيه خالص. اخدت السوى المظبوط. ما تقوليش ان احنا حاطين المكرونه نيه مش هتستوي، لا خالص هتستوي، هتبقى زي الفل جميله ازاي. هنسلك بقى الاطراف كده من الجوانب علشان نقلب الطاجن. تمام كده. اي سباتيولا سكينه سلكي بس من الاطراف، هو كده كده هتبقى سالكه لان احنا دهنين الطاجن زيت يعني. شايفين الجمال اهو. حلو قوي كده. هنقلب بقى الطاجن بتاعنا اهو. شايفين الجمال؟ حلو قوي. تحفه جدا. والريحه بقى ما اقولكوش. الريحه كانت قلبة الدنيا. شايفين؟ والصوص بتاعها مش ناشفه خالص ازاي ولا شده.
حلوة قوي، بتتقدم في المحلات يا جماعة غالية جدا، الطاجن ده بيتقدم غالي جدا، وصدقوني مش هيبقى بنفس النظافة والجمال والتكلفة اللي احنا عاملينها دي. طبعا مطعمين الاكل بطريقة حلوة ومعصجين اللحمة بطريقة حلوة. شايفين الجمال؟ الريحة كانت قلب الدنيا، حلوة قوي. يا رب ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بقى ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد، ودمتم في رعاية الله.